السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة كبسولة بيزنس على اليوتيوب مع إسلام إبراهيم السعيد، استشارة تسويق المبيعات الرقمية. هنتكلم النهاردة في أولى حلقاتنا عن البيزنس النهاردة عن موضوعات جديدة في البيزنس بعنوان البيزنس في ملفات جديدة تفتح من جديد. هنفتح النهاردة ملفات في البيزنس وهنتكلم عن إيه هي المبادئ والأساسيات بتاعة رجل الأعمال ورائد الأعمال في العمل في مجال البيزنس. في بداية أو مقدمة بسيطة بنتكلم وبنقول فيها إن البيزنس هو علاقة ما بين المبيعات وعلاقة ما بين الأفراد. إن قسم المبيعات بيبيع للمستهلكين والعملاء عشان المشروع أو هدف المنظمة أو الشركة تحقق بيزنس ناجح، إنها تحقق أهداف المنظمة عن طريق فهم احتياجات وأهداف المنظمة. طبيعي في أي شركة بتحدد أهدافها في كل سنة وتقول مثلا عايز أحقق رقم كذا أو أرباح بكذا عشان أبدأ أوفي احتياجات والتزامات الشركة، سواء بالنسبة للعاملين فيها أو لصاحب الشركة إنه يلاقي آخر السنة ربح متميز. طب ده بيجي من إيه؟ عن طريق فهم منظومة المبيعات للأسباب اللي تخليه يشتغل ويجتهد عشان يوصل لفكره إنه يشتغل صح. هنتكلم النهارده كمثال عن مجال الملابس. أنا كواحد من الناس اشتغلت في مجال الملابس. في البدايات لما جيت أشتغل في هذا المجال قلت لنفسي إن البداية إن أنا بشتغل في مجال الملابس بدأت أشوف محلات بتعرض بضائع، وبقيت ابص على هذه البضائع وببص على مثلا مكاتب جملة، ببص على مصنعين، ببص على تجار جملة والبضائع بتاعتهم واسعارهم وكده عشان اشوف انا هبدأ اشتغل في ايه بالظبط، او هبدأ اتعامل ازاي مع شريحة العملاء اللي انا هشتغل معاه. في البداية مجال الملابس دوت هو مجال المنافسة فيه شرسة جدا. ليه المنافسة فيه شرسة جدا؟ لان في ناس كتير تجار في المجال ده، رقم واحد في مصنعين كتير جدا في المجال ده، بس المنافسة فيه شرسة، بس مش بمعنى ان انا طب ده في منافسه كتير انا ما اشتغلش، لا، هي الفكره في حاجه تانية. طب ده في منافسه كتير، ده انا لازم اشتغل بشكل جديد وفكر جديد يناسب هذا السوق، وبالاضافه لكده ان انا احط لنفسي اساسيات ومبادئ للتسويق وشغل. ان انا مثلا رايح، مثلا انا كواحد رايح افتح محل ملابس او افتح مكتب ملابس جمله. رقم واحد، ودي الاساسيات اللي انا بقولها لاي حد بيزك خالص. رقم واحد ان انت ما تحطش في دماغك ان انت فاتح هذا المحل فقط للعميل اللي بيجيلك من الشارع. هتحط في دماغك انا بس شغال على العميل اللي بيجي من الشارع والعميل اللي ساكن في المنطقة دي والحي ده وانا ماسك الاريا دي بس، لا، انت كده هتفشل. لان العميل اللي بيجي من الشارع ده دلوقتي يمثل 40-60%. نسبته كبيرة، بس في عميل تاني مهم ان انت تجيبه وتعرفه بنفسك. العميل ده هو اللي بيجيلك اونلاين، اللي هو طبعا شغل السوشيال ميديا. ان انت بتعمل طبعا رقم واحد اساسيات التسويق الالكتروني يا جدعان. لازم يبقى عندك صفحة على الفيسبوك او صفحة على منصة الانستجرام او جروب على الفيسبوك بتجمع فيه الناس العملاء اللي عندك، بتعرض فيه اول باول كل حاجة بتيجي عندك، شغل جديد او بضائع جديدة. بتنزل مثلا في الشغل بتاعك، بتنزل اسعارك، بتعرف العميل بيه بمنتجك. كل فترة مثلا انت كده، مثلا لو عندك صفحة على الفيسبوك وبتعمل اعلانات ممولة، لو انت كل فترة بتعمل فيديوهات بتطلع انت لايف، انت صاحب المحل او السيلز اللي عندك بيطلع بيقول لهم البنطلون الفلاني مقاس الفلاني اللون الفلاني، ووريهم البنطلون ويقول لهم ده تلبيسه كذا وسعره كذا، ويقول لهم البنطلون ده تمنه مثلا 150 جنيه، والعرض لو جيت خدت 3 مثلا تعالى خدهم ب 400 جنيه، تعالى هوفر لك 50 جنيه، تعالى هعمل لك كذا، تعالى في 3 تيشيرتات بكذا، طب 4 تيشيرتات ب 200، طب 5 تيشيرتات ب 200، طب هعمل لنفسي دعاية وترويج. الفيسبوك لما تيجي تعمل صفحة على الفيسبوك بتحط فيها الشغل بتاعك، انت بتعمل حاجتين: ترويج لنفسك ودعاية لنفسك، وبتعمل تسويق الكتروني. طب
في فكر جديد في التسويق الالكتروني اسمه عن طريق ان انا بشتغل حاجه اسمها افيليت ماركتنج. يعني ايه؟ انا دلوقتي معايا منتجات، معايا مثلا 100 بنطلون في المحل بتاعي مش عارف ابيعهم، فبقول ايه؟ بعمل اعلان على الفيسبوك، بقول والله يا جماعه اللي حابب يشتغل معانا ويخش معانا شريك في البراند بتاعي، مثلا براند، اي براند عندك، براند اكس براند مثلا هنقول عليه اسمه كده، نقول تعالوا يا جماعه خدوا مني البنطلون دوت، البنطلون ده انا عايز ابيعه ب 150، بيعوه انتوا ب 190 جنيه، وخدوا ال 40 جنيه مكسبكم من ان انتوا بعتوا لي هذا البنطلون. تمام؟ ولو انتوا هتاخدوه مثلا توصلوه للعميل، انت هتكسب مثلا 40 جنيه وتوصله ب 35، يبقى انت كسبت فيه 75 جنيه كماركتير بتيجي تشتغل بهذا الاسلوب مع المحلات او مكاتب الجمله. النموذج ده لو انا كواحد صاحب محل عملت عندي 10 يشتغلوا بهذا الشكل، كل واحد بيكسب 75 جنيه في القطعه، وفي قطعه ممكن يكسب فيها 90، وفي قطعه يكسب فيها 100 جنيه طبعا، يكسب مكسب من القطعه كعموله، ويكسب مكسب انه يوصل الاوردر للعميل عن طريق ان هو بيقول والله يا جماعه، يعمل كده هو اعلاناته، يقول والله يا جماعه انا تابع براند كذا كذا كذا، صاحبه كذا كذا، عنده صفحه فيسبوك اللي هي كذا، ويكتب كل التفاصيل المتاحه، عندي بنطلون اسود وازرق وكذا، وعندنا جميع المقاسات واسعارنا كذا، واللي عايز كميات تعمل له عرض ونجيب له حاجات جمله واسعار حلوه. طب الفكر ده لو مشي بيه واحد تاجر قطاعي او تاجر جمله هينجح نجاح شديد جدا، وانت هتخلي العميل يخرج من كونه عميل ويجي يشتغل معاك ويكسب هو عمولة. شباب كتير بيحبوا يشتغلوا افيليت ماركتنج او يشتغلوا نظام الدروب شوبينج ويشتغلوا عن طريق تسويق بالعمولة. مجال التسويق بالعمولة ده محتاج ان انت تقعد اولا تفهم البراند اللي انت بتشتغل معاه، والله انتوا بتشتغلوا في ايه، بتصنف مثلا تقول ده عندهم بناطيل، ده عندهم بلوفرات، ده عندهم قمصان، عندهم تيشيرتات، عندهم سويت شيرتات، عندهم جواكت، طب ده بكام وده بكام وده تدوني بكام وده تدوني بكام، ولو خدت منك كمية كبيرة هتحسبني بكام. وتبدأ انت تبيع وتحط لنفسك عمولة مثلا متوسطة عشان تبدأ تبيع، لان انت مش لان برضو السعر اللي البراند بيديهولك عارف ان انت هتحط فيه نفسك مكسب، عشان عايز في الاخر ان مثلا بنطلون لما يوصل ب 190 جنيه العميل يبقى بنفس السعر اللي محطوط في المحل بيه، عشان العميل ما يقولش ده السعر بقى ممكن يزيد، ما انت المحل اداك ب 200 وانت رحت حطيت 50 بقى ب 250، طب هو في المحل بكام؟ ب 190، يبقى كده في مشكله، السعر هيبقى زياده. لا، بيتم عمليه توحيد السعر، وصاحب البراند بيكسب مكسب اقل مقابل ان هو بيبيع كتير للماركتير اللي بيجي يشتغل معاه، او اللي بيجي يشتغل معاه ويقول له اديني بالعموله واكسب منك بهذا الشكل. بينتج عن ذلك ان المحل او البراند بدل ما بيبيع في اليوم 10 قطع ممكن يبيع في اليوم 30 قطعه. لو كسب في القطعه 30 جنيه او 40 جنيه فهو 30 قطعه 400 و400 و400، انت كده بتتكلم في 1200 جنيه مثلا هو كسبهم من بند ان هو بيشتغل باسلوب التسويق بالعموله او الدروب شوبينج او الفيلت ماركتنج. ده تسويق بالعموله، ده نموذج من التسويق محتاج ان احنا نفهمه.